بسم الله وعلى بركة الله، الصلاة والسلام على أزكى وأشرف خلق الله. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وتكون صحتكم مليحة. اليوم جيتكم بواحد الوصفة، يعني دوك من بعد نحكي لكم حكايتها كيفاه. المهم أول حاجة أنا جبت زوج كيلات تاع الفارينة. بالنسبة للكيلة درت الكيلة حوالي كاس، الكاس العادي اللي نديرو به يعني الكيلات ولا كاس تاع وليد كيما نقولوا. راح نزيد هنايا نص مغرفة صغيرة تاع الملح. بالنسبة للملح اختياري، كل وحدة وكيفاه موالفة ملح، يعني على حسب الملح تاعك. راح نزيد له هنا 3 حبات تاع بيض. مع الاول حطيت 2 حبات، من بعد كملت الحبه الثالثه. بالنسبه لهذه الوصفه، واحد الليله في رمضان الكريم يعني جا في بالي بزاف، ولا جا في خاطري نحب سباغيتي ولا الباستا. جات في بالي لدرجه ما تصوروهاش، يعني بين الباستا وبين يعني الاندومي. المهم ناكل حاجه من هذو. ما كانش كيفاه نجيبها في الليل وكل شيء. قلت والله نحوس على غوسات في الانترنت ونديرها. وكما راكم تشوفوا راني نديرها معكم هكذا، نحيتها من خاطري. واش حنحكي لكم بالنسبه للنتيجه؟ والله يا البنات فوق التوقعات 100%. يعني كي تتوقعي حاجه 50% تجيك 100، هذيك هي بعد. هنا البنات زدت الحبه الثالثه تاع البيض، وراح نبدا نخلط كامل المكونات كما راكم تشوفوا. نخلط مليح البيض تاعي اول حاجه وحده، من بعد نبدا نلم فيه بالفرينه، والفرينه راهي تطير منا ومن هي. المهم واش حنحكي لكم، واش نخلي راح ندخلو كامل في بعضه. من بعد نستعمل اليد، يعني من المستحسن فقط ديري الفرشيطه ولا ديري الفوي باه تتخلط لك الحبه تاعك تاع البيض مليح. من بعد تبقاي تخلطي يعني بالطرف حتى تدخلي كامل الفرينه نتاعك. هنا اذا تحتاجي حبه تاع بيض زايده راح تزيدي حبه تاع بيض، واذا تحتاجي تزيدي شويه تاع الفرينه سي نورمال راح تزيدي شويه تاع الفرينه. بالنسبه للقوام اللي تحصلي عليه لازم يكون القوام تاعك ما يتلصقش كامل في اليد، يعني يجي نوعا ما يابس، لازم يجيك ناشف. مي ما يجيش ناشف لدرجه انك ما تقدريش يعني تحليه من بعد بالحلال. يعني نشفوه مي ما نشفوش مليح. شوفوا البنات الميلونج تاعكم ولا العجين تاعكم كي يتلم لكم راهو من بعد يزيد شويه القروحو، يعني تقعدوا تخبزوا فيه ولا تعجنوا فيه حوالي 5 دقائق حتى 6 دقائق راح يزيد يطلق روحه. تحصلي على قوام يكون املس. هذيك هي العجينه المطلوبه. بالنسبه لهذه العجينه، هذه هي العجينه اللي يديروا بها الاندومي اللي ناكلوها ولا الرامين، يعني الاندومي اللي كامل نحبوها. هذه هي العجينه الصحيه اللي ديرها في الدار، والبنه نتاعها واش حنحكي لكم عليها من بعد. راح نكمل لكم التفاصيل يعني مع الفيديو باذن الله. ما تنسوش جمو اشتراك للقناه وكلمه طيبه وزينه كي وجهكم في خانه التعليقات. ما تنسوش ديروا طلع على القناه تشوفوا الفيديوهات اللي نحطهم معاكم، تشوفوا روتين العيد، روتيناتي في شهر رمضان، الفيديوهات القصيره كيف نفوت كامل نهاري راني نشاركهم معاكم. ومن ذاك نحط لكم فيديو كذا، يعني فيديو كي ندير وصفه تعجبني ولا ندير روتين يعجبني نحطه مع حباباتي باه نتشاركوا يعني كامل مع بعضنا الايام نتاعي كيف نفوتهم. هنا جبت البابي سيروفا ولا تجيبي بابي كويسون. مع الاول سيتو، من بعد يعني استغنيت عليه لاني كي بديت نخبز به شرب كامل الهواء، ما حبش يمشي. من المستحسن انك ديري ساشي في هذه المرحله، باه اذا كان يعني ما كيش حابه تخدمي على البلان دو طرافاي تاعك ديريكت تخدمي على الساشي. درك تشوفوا كيف البابي سيروفا ثم شرفوا البنات شرب الهواء كيما راكم تشوفوا تقلص، من بعد ما يصلحش يعني مغلوق، يعني كي تكوني تعجني راهو غالق روحو بروحو. على بها خدمت على البلان دو طرافاي تاعي. راح نجيب الحلال، راح ندير رشه قليله تاع الفرينه غير باه ما يتلصقليش، لانه ديجا العجين تاعي راهو ناشف. ومن بعد ما نحبش يكون فيه نشا كي تكوني يعني طيبي فيه، ما نحبش يكون فيه الفرينه من الفوق. يعني كي تكوني طيبي ما نحبش نطيش هذاك الماء نتاعو، باش هكذا يعني نستهلكو كيما راهو. لانه العجينه اللي خدمتها وعلى بالي واش فيها، راح نبدا نحلو بالحلال. راح نحلها بهذه الطريقة، يعني بالطول وبالعرض حتى نتحصلوا على قوام يكون نوعا ما يعني رقيق. اللي حابة ترقوا أكثر من هكا ترققوا أكثر، واللي ما هيش حابة يعني كل وحدة كيفاه تحب. راح نجيب موس يكون ماضي ونبدا يعني هنايا المستحسن انه العجين تاعي يكون شويه لاصق في البلون دو طرافاي، باه كي تقطعيه ما يهربش معك. انا نبدا لكم كامل لي زيتاب ونبدا لكم كامل النصائح باه كي ديروها تدعيوا لي ماشي تدعيوا عليا. هنا البلاد راح نجيب الموس ونديرها يعني يعني شرائط ولا بالطول بالطريقة هذه. وتحبوا ديروا الشرائط تاعكم يعني يكونوا سميكه كل وحده، وتبقى الرغبه تاعي اختياري. شوفوا انا كيف درتهم، يعني درتهم خشان وطوال، يعني هذه هي القوام اللي حبيته. يعني بالنسبه للوصفه هذه ديما نشوفهم يعني هذوك لي روتين تاع الكوريين واليابانيين يحبوا هذا النوع من الباستا، وعن بالكم بلي تتباع في الاسواق. حبيت نديرها بالطريقه هذه. تحبي انتي تنقصي لها ولا ترققيها. انا بالنسبه للعجين راني درت يعني الوجبه هذه درت فيها نص العجين ونص الاخر درته غدوه من ذاك تاني مو عجبتني لدرجه ما تصوروهاش. حطيت الماء تاعي يغلي، راح نزيد له كميه تاع الملح. من بعد نحط الباستا تاعي ديريكت، يعني ديريكت تحطيها في الماء
وتخليها حوالي 10 دقائق. هذا ما تديلكم يعني ما تديش وقت بزاف وتكون طيبه لانها ديجا طريه ما تحتاجش باه تطرى. من بعد راح نحضر لها لاصوص اللي يعني اللي نحبها. بالنسبه لاصوص انا قلت لكم يعني جات في بالي الاندومي، يعني بين الاندومي والسباغيتي ولا الباستا. راح نوري لكم يعني لاصوص اللي درتها نحات لي على قلبي البنات والله يعني سخفه وتنحات. يعني درتها في شهر رمضان ما بخلتش روحي كامل وجاتني كما يحب خاطري. هنا راح نحط كميه تاع الثوم، حبيت نديرها بالثوم. يعني هذه الوصفه نتاع الباستا بالثوم راهي مشهوره بزاف، تجيك الكوت تاع الثوم نتاعها قاويه. حطيت معها شويه تاع زيت وشويه تاع ملح وراح نخلي الثوم نتاعي تتقلى، ما تخليوهاش تطلع لكم الريحه بزاف ولات نحرق لكم غير. يعني نحطها برك ونبدا نخلطها بالطريقه هذه. انا الثوم نتاعي ديجا راهي كونجلي فيها شويه الماء، مي من المستحسن انكم ما تطولوش باه ما تنحرقش معاكم. راح نزيد لها شويه من الماء تاع الباستا، بعدين الماء اللي طيبت فيه هذيك العجينه تاعي راح نزيد غير شويه كذا باه تجيني بنينه. وقلت لكم انا ما كثرتش فيها الفرينه غير على جال باه نحط هذاك الماء. راح نزيد لها المكون اللي حيمد لها نفس الكو نتاع يعني نتاع الاندومي اللي هو قطعه تاع جامبو عفوا ولا مكعب تاع مرق الدجاج جامبو. راح نزيد لها هنايا كاس تاع ما نمرق، يعني درت لها المرق اللي حنحتاجو. انا نحبها شويه من بعد تجيني ممرقه. نتوما اذا ما تحبوش فيها كامل الماء نقصوا في الكميه تاع المرقه، ولا كي تكونوا طيبوا خليوها تنشف مليح. راح نحط سباغيتي تاعي ولا الرامين تاعي. واش حنحكي لكم على البنه بالنسبه لي زيبيس دلا شويه تاع كمون وشويه تاع فلفل كحل. وانتم تقدروا تحطوا لي زيبيس اللي تحبوهم، تقدروا حتى تحطوا شويه تاع يعني كمون. يعني هذوما لي زيبيس كامل يزيدوا لك في البنه. هنا ما نكثرتلهاش لي زيبيس لاني قلت لكم حبيت يعني نحافظ لها على الكو انت حابب يعني الكو تاعها الاصلي. هنا البنات راح نخليها حتى تنشف لي. هنا درت شويه تاع فرماج اكوتي ولدي راهو يستنى، يعني راهو داير معايا لاشان يستنى باه نمدلو. ما نقدرش نمدلو الحار. من بعد يعني كي نحيت لابار تاعو حطيت كميه نتاع الفلفل الحار. هنا الكميه تاع الفلفل الحار نحب نحط فيها بزاف، نحبها حاره حاره تكوي. انا راح نزيد لها كميه تاع الفلفل نخلطها ونخليها تشرب مليح من هذاك لاصوص تاعي. من بعد نحط لها الفرماج. بالنسبه للفرماج اختياري، تقدري ديري فوقها ما محبه تعبيض تزيد طيب معاها تجيك قمه في البنه ما تقولوش عفن وكطوطه. راح تجيك ببنه. انا حطيت لها كميه تاع الفرماج وخليت غير هذاك الفرماج يذوب غير بالسخانه، يعني ما تخليوش يقعد يطيب باه ما يروح لكمش كامل في الكو. يعني ثم طفيت عليها وبديت غير نخلط باش يذوب لي الفرماج تاعي غير بدرجه حراره يعني الباستا تاعي. وهذه وجبتي كانت واجده. تقدري تزيدي فيها الهريسه اذا حبيتيها حاره بزاف، تزيدي لها طوماطيش اذا حبيتيها حمراء، تبقى اختياريه. بنقول لكم جربوا هذه الوصفه من ذاك يعني تفرحي روحك بوصفه جديده. انا كي ندير وصفه وتعجبني نشاركها مع خواتاتي، ما عجبتنيش نشاركها معكم ونقول لكم راهي ما عجبتنيش بكل مصداقيه. اللي تحب ديرها واللي ما تحبش ما ديرهاش. راح نقدمها تشوفوها يا البنات واش تشهي يعني تجيك معلكه. خاصه الناس يحبوا حاجه اوريجينال، يعني البنه تاعها دوريجين. هذيك البنه نتاع تعرفي حاجه اصليه، يعني ما شاء الله بنتها تهبل يعني تجيك مطاطيه كي تعودي ميم تمضغي فيها تعرفي بلي راكي تاكلي في حاجه الله الله. الوصفه اقتصاديه بنينه صحيه، يعني كل شيء كيما راكم تشوفوا قدام عينيكم. واش حنحكي لكم يعني حتى كي تكوني تاكلي فيها تحسي يعني بالبنه نتاع الخدمه نتاع الدار. واذا جاتك في وقت تاع يعني شهيتيها كيما حالتي راح تنحي كامل الغبمه. شوفوا انا حبيت نوري لكم بالضبط يعني الشكل تاعها. من هزيت فرد حبه قلت نعاود لكم واحد اخرى باه تشوفوها بالضبط ولا تشوفوها بالتفصيل. وشهيتكم في الجنة أي وحدة تشهد حاجة ولا حبتني نشارك معكم ولا نجرب وصفة ماهيش قادرة تجربها ولا ماهيش حابة خايفة تجربها تقولي أنا نجربها لها وندير لها يعني الرأي تاعي. نقول لكم يعني الرأي تاعي فيها. ونلتقي في فيديو قادم. شهية طيبة للجميع. ما تنسوش تشوفوا روتيناتي في القناة وفي أمان الله.